جماعة أنا لا أخفيكم سرا إن أنا ابتديت أصدق في الموضوع وإنها لا بقى بجد دي مؤامرة ولك الله يا زمالك. إيه الحكاية بالظبط؟ تعالوا بينا نعرف كل المصادر، تعالوا بينا نعرف كل التفاصيل. أهلا بيكم في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل على كل إخواتي. حلقة منتصف اليوم، أخبار كتيرة جدا وأخبار أكتر في حلقة بالليل إن شاء الله، لكن تعالوا نعرف جديد الأخبار وأهمها على مدار الساعات اللي فاتت. اضرب عينيك على عداد اللايكات، اعمل لايك، اعمل كومنت، تفاعل مع الحلقة عشان دايما يوصلك الإشعارات بتاعة الحلقات الجديدة. اللهم انصر إخواتنا واعلهم إلى ديارهم سالمين، اللهم ارحم موتانا جميعا وارحم أبي. ونبدأ قبل اي حاجه ونقول بسم الله ونزيد النبي صلاه، والاستعدادات لمباراه النهائي تجري على قدم وساق. يبقى بخلاف الفريق الاول اللي بيواصل تمارينه النهارده استعدادا للمباراه ان شاء الله، والنهارده كولر كان ليه اشاده بنجم من نجوم النادي الاهلي وتحذير هنتكلم عنهم بالتفصيل في حلقه بالليل. لكن العمل الاداري النهارده بالاجتماع اللي قلت لك انه هيحصل النهارده الصبح، واللي سمع الكلام ده ينزل يقول لي حصل يا دوله في التعليقات، وكل الميديا بتتكلم عن نتائجه على مدار الساعات اللي فاتت. الاجتماع ده يا جماعه كان بعنوان رد المعامله الطيبه لجمهور نادي الترجي الرياضي التونسي وادارته. الاجتماع النهارده اللي كان مع الجهات الامنيه هو اجتماع كان على مستويات عده جدا، لكن اللي حصل مع الجهات الامنيه تحديدا النهارده تم الاتفاق، وده يعني شيء امر لو تعلمونه عظيم يا جماعه، ان جمهور نادي الترجي بالمثل زي ما حصل مع جمهور النادي الاهلي هناك هيدخلوا مدرجات استاد القاهره بالباسبور بس، لا فان اي دي ولا اي اجراءات ممكن تعيق من دخولهم لارضيه الملعب. مش كده وبس، كمان تم تخصيص مقصوره خاصه بيهم او مدرج علوي بعيدا تماما عن اي مدرج من المدرجات الارضيه، عشان يكونوا بعيدا تماما عن اي ممكن مناوشات تحصل ما بين الجماهير. وكلنا عارفين ماتش نهائي وسط الانفعالات والحماسه ممكن لا قدر الله ممكن تحصل اي احتكاكات، عشان كده تم ابعادهم تماما عن جمهور النادي الاهلي ومشرفينا ومنورينا وعلى راسنا من فوق. في وسط كل الزحمه دي يا جماعه كابتن محمود الخطيب كان حريص كل الحرص النهارده على انه يزور علي معلول قبل ساعات من خروجه من المستشفى اللي عمل فيها العمليه امبارح. كابتن محمود الخطيب كان موجود عشان يوصل رساله لعلي معلول، احنا معاك وفي ظهرك ايا كان القرار اللي هتاخده على مدار الفتره اللي جايه، سواء والله في رحله علاجك او مستقبلك مع النادي الاهلي او بره النادي الاهلي. وفي اشاعه صغيره كده يا جماعه حابب ان انا ارد عليها واوضح حقيقتها. اعتزال علي معلول، ده الخبر اللي انتشر النهارده بفيديوهات كتيره ان علي معلول نفسيا متضايق من ان في بعض الاصوات بتقول كفايه كده يا علي ما يتجددش ليه. علي معلول حاسس ان هو ممكن يكون عبء على اداره النادي الاهلي وتوجه لها انتقادات بسبب ملف التجديد بتاعه، عشان كده نفسيا هو مش عايز يحط عبء نفسي على نفسه ولا على اداره النادي الاهلي. والكلام ده يا جماعه ليس له اي اساس من الصحه، وللاسف اخبار بتطلع على نجوم النادي الاهلي لهدم معنوياتهم باي شكل من الاشكال، زي الخبر بتاع الشايب العايق يا جماعه اللي طلع يتريق على انطوني موديست والتويته بتاعته امبارح في دعم علي معلول. شلبوكا دربوكا طلع امبارح بيتريق على موديست بيقول له يا موديست يا حبيبي انت كاتب لعلي معلول ان شاء الله نجيب لك البطوله، طب ابعت انت يا موديست مالكش دعوه، خلي لعيبه النادي الاهلي تقوم بالواجب. انا امبارح يا جماعه كنت مصر لما عملت تصويت وقلت لكم صوتوا تحت في التعليقات تجديد علي معلول مستحق ولا غير مستحق، عشان يكون تصويت تاريخي يمكن يوصل للاعب ويعرف مدى تقدير جماهير النادي الاهلي. عشان كده انا هكمل الدعم ليه وهكتب الهاشتاج اللي انتوا هتشوفوه في اول تعليق تحت في الحلقه ده، كمل يا معلول، يا رب يوصل وان شاء الله مكمل معاه. تعالوا بقى قبل ما نروح للمصايب اللي بتتوالى على نادي الزمالك نتكلم عن فريق الترجي اللي النهارده كان فيه اشاعتين قويتين جدا حوالين 2 من لعيبته وممكن يكونوا مصابين ومش هيلحقوا بمباراه النهائي. اول لاعب وهو محمد علي بن حميده، وده الظهير الخاص بفريق الترجي، وكان على فكره بيلعب قدام النادي الاهلي في المباراه اللي كانت في تونس. اخبار مؤكده من الاعلام التونسي ان اللاعب مصاب، وعلى الرغم من كده فريق الترجي هيصحبه في القائمه اللي هيتم الاعلان عنها النهارده مساء، يا رب نلحقها في حلقه بالليل كده عشان اقول لكم على اللعيبه اللي فيها، وانه هيسافر ايا كانت درجه اصابته عشان الجهاز الفني لفريق الترجي يفضل محافظ على حظوظ اللاعب في المشاركه في المباراه. محمد علي بن حميده ظهير مميز طبعا، لكن مش هو ده المهم. الاهم بالنسبه لي الاخبار اللي فيه تدرج كبير جدا في الاعلام التونسي عليها لغايه دلوقتي. الكلام هنا عن مين؟ عن اهم لاعب في منظومه نادي الترجي هجوميا، رودريجو رودريجيز المهاجم البرازيلي صاحب ال 27 سنه. رودريجو يا جماعه في صور التقطت ليه بعد المباراه بتاعه النادي الاهلي وهو خارج ماسك عضلته الخلفيه، وفي بعض الاخبار اللي بتتكلم عن ان اللاعب مصاب وما شاركش بكامل قوته في تمارين نادي الترجي، وبرده تخوفا من ان الجهاز الفني للنادي الاهلي يبني خطه على عدم وجود رودريجو رودريجيز وينزلوا ضاغطين على نادي الترجي من الدقيقه الاولى. في تعتيم كبير على اخبار اصابه اللاعب، وده اللي هيبان من تغطيه صور تمارين نادي الترجي قبل المباراه بساعات
او اليوم اللي قبله عشان نعرف حقيقه ان اللاعب مصاب ولا مش مصاب. طبعا يعني كلنا عارفين الصراعات اللي بتحصل ما بين النادي الاهلي وانديه شمال افريقيا والحروب النفسيه وشغل الجواسيس اللي بيحصل ده. تعال بقى قبل ما نروح للخبر الاخير من سوق انتقالات النادي الاهلي، تعالوا نروح لمصايب نادي الزمالك اللي بتتوالى بعد التتويج ببطوله الكونفدراليه. دي عين دي يا جماعه ولا ايه بالظبط؟ يعني حد يفسر لنا. اولا شفاه الله وعافاه ويرجعه اللي عمله والاهلي بيته سالم يا رب. احمد حمدي لاعب النادي الاهلي السابق ولاعب نادي الزمالك الحالي تم النهارده تاكيد على ان اصابته قطع في الرباط الصليبي، هيغيب طبعا مده لا تقل عن 6 أو 7 شهور. لاعب مهذب، لاعب محترم، تمنياتنا ليه بالشفاء العاجل ويا رب يرجع قبل الفتره دي. طبعا ضربه قويه لنادي الزمالك لان هم كانوا مصدقوا بالنسبه لهم ان احمد حمدي رجع مره ثانيه لصفوف الفريق. وفي صوره كده هنتكلم عنها في حلقه بالليل بس خليها دلوقتي لان بنتكلم دلوقتي عن اخبار يعني مشاكل بالنسبه لنادي الزمالك. مفيش مجال للتحفيل يا جماعه. نادي الزمالك بيستعد خلال الساعات اللي جايه لعقوبه كبيره من الكاف بعد سوء التنظيم اللي حصل ما بين النادي الزمالك والجهات الامنيه اللي كانت موجوده على استاد القاهره. مش كده وبس، في اخبار بتقول ان في لعيبه هتتوقف افريقيا على مدار 5 أو 6 مباريات لان هم دخلوا بشماريخ لارض الملعب. في بعض اللعيبه الثانيه لانها اصطحبت افراد من اسرتها على ارض الملعب، وده ينافي مراسم التتويج الخاصه بالكاف في البطولات الافريقيه، ومش من ضمنهم زيزو يا جماعه. زيزو لما ظهر بالكاس ظهر بعد ما مراسم التتويج خلصت خلاص، لكن شيكابالا لما نزل مع زوجته وابنه ده يعتبر مخالف للقوانين بتاعه الكاف. وفي اخبار بتقول ان في عقوبه هتنزل على الزمالك نظرا للخرق اللي حصل ده. مش كده وبس، زياد كمال لاعب نادي الزمالك المنتقل حديثا من نادي انبي الساعات اللي فاتت بتكشف تفصيله مهمه جدا في العقد بتاعه. زياد في بند في العقد بتاعه اللي هو اصلا ب 30 مليون جنيه اعاره، في بند لو نادي الزمالك حصل على بطوله الكونفدراليه، طبعا ايمن الشرقيه زمانه قاعد مبسوط دلوقتي، نادي انبي هيحصل على 100,000 دولار من المكافاه الخاصه بالبطوله دي، يعني حسبه 5 مليون جنيه ما شاء الله. وانبوبه قاعد بيتفرج على نادي الزمالك وهو بيكسب له بطوله الكونفدراليه. مش كده وبس، القلق الاكبر داخل نادي الزمالك ان العقوبات اللي بيتقال انها نازله دي هيتم خصمها من المنبع من المكافاه نفسها يا جماعه. وده اجراء حصل قبل كده مع النادي الاهلي لسه على مدار الكام شهر اللي فاتوا دول، لما النادي الاهلي تاهل رسميا من دور المجموعات بالتوازي مع نزول عقوبات على النادي الاهلي بسبب احداث مباراه النادي الاهلي والهلال السوداني السنه اللي فاتت في البطوله. والكاف اكد على النادي الاهلي انه يخصم 120,000 دولار من مكافآت الصعود من دور المجموعات، بيخصموها على طول. يا جماعه الناس دي بتضمن حقها ناشف. فنادي الزمالك حاطط ايده على قلبه لان مش ده الخصم الوحيد اللي ممكن يتعرض ليه مكافاه نادي الزمالك. حد يقول لي ايه يا دوله مصايب فاضل مصايب تاني؟ اقول لك للاسف بالنسبه لنادي الزمالك محامي خالد بوطيب اللاعب المغربي اللي بيطالب نادي الزمالك حاليا ب 2.7 مليون دولار قدم دعوه بالنسبه للفيفا ان هم يحجزوا على الجائزه بتاعه بطوله الكونفدراليه من الكاف ومن المنبع مباشره عشان تروح لحسابات اللاعب، عشان نادي الزمالك ما يماطلش او يتلاعب في موضوع سداد الغرامه الخاصه باللاعب. يعني احنا عدوا بقى معاه يا جماعه غرامات منتظره، اقول مثلا هتحصل زي النادي الاهلي 120,000 دولار، 100,000 دولار بالنسبه لزياد كمال، 2.7 مليون دولار بالنسبه لخالد بوطيب، المكافاه 2 مليون دولار. يعني نادي الزمالك ان شاء الله محتاج على 2 مليون دولار دول يدفع مليون دولار كمان. عشان كده قبل ما نخش للجزء الاخير الخاص بسوق الانتقالات في سؤال هيطرح مهم جدا وهنحاول نكشف معاكم تفاصيله كده في حلقه بالليل. هل المشاكل الدولاريه اللي بيتعرض ليها نادي الزمالك دلوقتي قد تدفعه لاتخاذ قرار ممكن يكون غير جماهيري ويسبب ثوره من جمهور نادي الزمالك عليهم في بيع واحد من نجوم الفريق، خاصه مع التمهيدات الرسميه اللي خرجت على مدار الساعات اللي فاتت؟ هنتابع وهنشوف. تعالوا بقى للجزء الاخير الخاص بشائعات انتقالات النادي الاهلي والدوري المصري. ورسميا نجم النادي الاهلي يطلب النهارده من مارسيل كولر تحديد مصيره من استكمال مسيرته مع النادي الاهلي من عدمها. الكلام عن مين؟ عن طاهر محمد طاهر اللي سبحان مغير الاحوال، وهو درس ليه وبالنسبه لزمايله ان اي لاعب ممكن يكون مدلل بالنسبه للمدير الفني، ممكن بين ليله وضحاها زي ما بيقولوا يكون بره الحسابات تماما او العكس. طاهر محمد طاهر شايف ان بيتم تجاهله بصوره كبيره جدا على مدار الماتشات اللي فاتت، عشان كده طلب جلسه النهارده مع مارسيل كولر بناء عليها هيبتدي يكلم اداره النادي الاهلي في ان هو عايز يخرج بره النادي ولا هيكمل خلال الفتره اللي جايه. هو شايف ان استبعاده من القائمه على مدار الماتشات اللي فاتت مالوش اسباب مقنعه بالنسبه له، هو بيأدي نفس التمارين بتاعته هي. طيب ده ما يفتش انتباهك لحاجه يا طاهر؟ ان لو انت بتأدي كويس بشكل كويس في التمارين على ارض الملعب في المباريات الرسميه، احنا كجمهور نادي اهلي ما بنشوفش اي فعاليه منك، وهو ده اللي حط في النهايه ضغوطات على المدير الفني ان هو يستبعدك. فلغايه ان شاء الله ما نعرف نتائج الجلسه قول لي رايك في التعليقات. شايف ان طاهر محمد طاهر استمراره مفيد مع النادي الاهلي ولا غير مفيد وفي عناصر تانية ممكن تكون افضل منه بالنسبه للفريق خلال الفتره اللي جايه؟ مستني اتابع ارائكم ان شاء الله وبس. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. استاذنكم لا تنسوا الدعاء للوالد بالرحمه والمغفره، رحمه الله عليه هو وكل امواتنا جميعا، واشوفكم على خير في حلقه جديده بعد شويه 12 ونص كده ان شاء الله. شكرا ليكم ودمتم بخير والسلام عليكم
ورحمه الله.